بعد الفيديو اللي نزلته وانا بعمل طريقه الديرما بين لنفسي لقيت بنوته بعتلي السؤال ده. السؤال بيقول ايه بقى؟ بتقول لي انا نفسي اجي اعمل عندك جلسه ديرما بين بس خايفه من السنون، خايفه يكون نفس السن اللي انت بتستخدميه بتنزلي فيه دم لبشرتك يكون هو نفس السن اللي انت بتستخدميه للناس التانيين. فانا حبيت ارد عليها واطمنكم. دلوقتي يا بنات لما حد بيجي يدخل يعمل جلسه الديرما بين كل واحد بنفتح له سن معين زي ما قلت لكم على حسب بشرته محتاجه ايه. في سن بيكون مقاسه 24، في سن بيكون مقاسه 12، في سن مقاسه 36. الحاجات دي يعني خاصه بالشغل بتاعنا. كمان اصلا السنون بيكون مكتوب عليها استخدام مره واحده قدامك وانت داخله، بنفتح السن وبنحطه في الديرما بين وبنستخدمه وبنرميه قدامك وانت ماشيه، او لو حابه تاخديه وانت ماشيه علشان تتاكدي ان السن بتاعك بس بتاخديه معاكي. طيب هل انا كل مره لازم يتفتح لي سن جديد؟ الافضل ان احنا كل مره نستخدم لك سن جديد. في حالات بس معينه بنديها السن نقول لها خليه معاكي وجيبيه المره الجايه لو عملت لها جلسه نضاره خفيفه كده علشان هي بتكون محاسبه على السن. نفس الكلام اللي بيمشي على السنون بتاعه الديرما بين هي نفس الكلام اللي بيمشي على السنون بتاعه الديرما بلاننج. كل بنوته بتدخل بنفتح لها ديرما بلاننج قدامها، يعني مش بنستخدم ديرما بلاننج قديمه وبنقول لها احنا بنعقمها وهي ماشيه، كمان بنكسر السن قدامها، او لو هي حابه تاخده معاها وهي ماشيه بنديهولها. دي كانت اجابتي على السؤال. وحابه كمان اوريكم وشي ده منظر بشرتي بعد ثالث يوم من الجلسه. بشرتي محمره احمرار خفيف، كمان تقريبا قشرت معايا المنطقه دي هي اللي لسه بتقشر. وزي ما قلت لكم كل واحده بشرتها بتختلف عن بشره غيرها، يعني انا ممكن وشي يقشر في 3 ايام، في حد ممكن بشرته تقشر في 5 ايام، في حد ممكن بشرته تكون بتقشر في اسبوع. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. وكمان ما تنسوش ان انا خلال الاسبوع ده عامله عروض حلوه جدا على جلسات الديرما بين. مع السلامه.